السلام عليكم شبيبه ورياضه هضره. رانا ولينا اليوم كان لا فيديو لا والو. اليوم جيت نوريكم الفيستا تاعي اللي شريتها البارح هايلي كامل. وما تقولوش بلي ودي زكي يسمن ولا زين راه يكون مليح ولا لا. هذه غير الفيستا تاعي برك. شريت فيستا كبيره عليا بزاف. شريت فيستا اللي يلبسوها زوج من الناس، انا وواحد اخر نورمال. نكون نتمشى هكا في الطريق سي باش تاولا تقدر تلبس واحد اخر معاك نورمال هكا. شوف هذيك شو شعري زايده فيه. شوف هذيك انا راهي زايده حتى هي. شوف المهم ما تجيش بانش كيكم. سيداتي وسيداتي اليوم يعني حفرت الانترنت، ظليت نبحث في الانترنت، جبت لكم اغرب الرياضات راح نوريهم لكم اليوم. كما تعرفوا انا باحث بيان سور، ونبحث يعني نبحث مليح ونجيب لكم غير المعلومات الواعرين. تخافش ما تخاف راح تزهى معنا اليوم. ما تخافش. اول رياضه ملاكمه الشطرنج، وبيان سور يعني في هذه الرياضه يقوموا بدمج رياضه الشطرنج مع رياضه الملاكمه. يعني يجيبوا شي ناس اخشان الله يبارك شي يعني واحد كيما انا بيان سور، يديروا لهم تيست الشطرنج، تيست في الملاكمه. يعني الملاكم هذاك يعني لازم يكون عنده شويه في المخيخ، يكون ثاني يكون صحيح فاهم. والنتائج راح تكون على حساب واش جاب الشطرنج وعلى حساب ما كانت في الملاكمه. صح ما فهمناش حنا جامي شت ملاكم من ولا هنا، باسكو دائما هذاك القراي هذاك اللي يكون ذكي دائما يكون رقيق. سير كيما انا بيان سور باسكو انا ذكي بيان سور. يعني على هذا يعني لا طاي شويه بغا باسكو لكن هنا حنا ما نحتاجوش هنا كاين هنا ثاني بيان سور. ثاني رياضة رمي العمود. في هذه الرياضة يعني بيان سور يجيبوا شي ناس مجدرين الله في قمة الرجولة بيان سور، لابسين أحسن جوبا بيان سور، لابسين أحسن جوبا. كي تزيد عند الفايتينغ يعني لازم تفوت على هذا التيست باش يعرفوك بلي ودي نتا يعني بيان سور. دائما لازم نوريك باش تكون فايكينغ تاع الصح يعني لازم تفوت على هذا التيست. وهذه الرياضة في اسكتلندا. حط معايا ما تبقاش حاطني مع الشعري ولا لا طلع باليش كيف على طلعت هذه. والرياضة هذه يعني الطفل عندهم كي يزاد يعني لا ماشي تبعثوه غير يلعب في الزنقة، لا يكبر شويه قطع له شي شجره ديال الغابه يلا لوحوا شجره. وقال لك الهدف من هذه الرياضه هي ترمي هذاك العمود، اذا تقلب راك غلبت، اذا ما تقلبش راك خسرت. هذا ماك. رياضه واحده اخرى رياضه حمل الزوجه. حبس انا هذه ما تساعدنيش. اي حبس الحرمه. اي حبس حرمه. في هذه الرياضه يعني انهم ودي ناس يرفد الزوجه تاعو يجري بها ويجري ويتمرمدوا كيف ما يطيحوا في الغرسه يطيحوا في الماء. قال لك هذه اللي تخليهم يعني يعيشوا صح الميزيريا مع بعض. هو رفدها ومستحمل وهي ثاني يجري بها ويطيح بها وكامل هي مستحمله نورمال. هذه المهم يقولوا لها رياضه الميزيريا، يعيشوا الميزيريا مع بعض. رياضه واحده اخرى ثانيه اللي هي رياضه عد الاغنام. بالك انت تجيك في راسك تقول ودي بلي هذه الرياضه سهله قاعد ونعد في الاغنام، لا. وفي هذه الرياضه يحطوك في بلاصه ويطقوا لك مئات الاغنام ويخلوا ما كيفوتوا عليك يجروا، وانت عليك انك لازم تحسبهم. وهذه الرياضه يعني تتطلب التركيز، لازم هكا تقعد تحسب فيهم 1 2 3 5 10 لازم تحسبهم. واذا فاتوك الاغنام يعني بيان سور ماكش راح تحاول ترجعهم وتحسبهم، بيفوتوا عليك خلاص فاتك ترى. المشكله هي انه كيف راح تسموها رياضه قاعد في بلاصه وتحسب في الاغنام، وين راهي الرياضه؟ انا عارف بلي الرياضه هي اللي تخليك حاجه تخليك تتحرك موفمون. يعني من المفروض انه دي حاجه تخليك تطلب التركيز وتخليك تشوف تعد في الاغنام، يسموها لعبه بصح ما تجيش تسميها لي رياضه. خلينا معليش ما تشوفلهاش. رياضه واحده اخرى ثانيه اللي رياضه مصارعه القدم، ولا هذه رياضه ثانيه. هذه الرياضه بيان سور يعني يجيبوا زوج من الناس يدابزوا كراعهم في جهه بكراع هكا ويجيبوا واحد اخر وكراع. ولكن اللي جات في راسي ايماجيني انت تلبس 39 ولا 40، ايماجيني يجيبوك يحطوك مع واحد اللي يلبس 46، غادي يهرس لك صباطيك اصاحبي على بالك. سورتو اذا كان انسان من صغره يعني يتمشى بالحفا وكامل، لا اذا كان انسان غير طاح صايد، انت انسان غير راك توجور لابس صباط، انت انسان من هذاك اللي يلبس يعني بليغه وقاشير وكامل. حطوك مع واحد في حياته جامي يلبس قاشير. والله شوف والله غير جامي ضحكت كيما ضحكت في هذه الرياضه يعني بالدموع على بالك. عجبوني سورتو الكرعين، الكرعين ثاني داروا لهم رياضه صافي. نشوفوا رياضه واحده اخرى رياضه الهوكي تحت الماء. يقول لك الغريب في هذه الرياضه هي انه ما فيهاش جمهور، ما كاش كي يتفرجوا. السؤال اللي جا في راسي ايماجيني تراك دير غارديان هكا في الهوكي، ما عندهم غارديان ماشي غلط، ما عندهم غارديان. ايماجيني هكا انت راك قاعد دير غارديان حتى يخلص لك السوفل، اسكو تقعد تستنى ولا تطلع تخاف تريسبيري وتعاود ترجع انت وزهرك؟ اذا عاود ترجع تقدر تلقاهم ماركاو عليك، ولا تشد السوفل تاعك وتقعد تستنى وانت وزهرك. اذا مت واذا درت غارديان مليح هو فاهمني. ايماجيني راك بيه تقول صاحبك باسي لي البالون، فاش راح تقولها له؟ غلط ولا ماركيت بيت وراك باغي تعبر عن شعور كيفاش غادي غلط. دركا رايحين نروحوا رياضه واحده اخرى اللي هي كره الدراجه. كره الدراجه هي جابوها للناس سبيسيال، للناس اللي تبغي تسوق
الدراجه تاعها وتلعب البالون او ميم طون. الناس اللي عندها هذا الحب تاع هذه الرياضه راهم يجيبوها لكم في رياضه وحده. بصح ما فهمتش انا دوك حنا نعرفوا بلي الرياضه هي الحاجه اللي كي تكون دير بها وانت مستمتع بها. بصح هذه هنا ما تقدرش تستمتع بها. دروك روح انت وقول لي كيفاش راح تستمتع بالبالون وانت تسوق في الدراجه. معاناه. ديجا شوف غير السيد لهنا كيفاش راه يدير معاه، راه يبان بلي راه متعافر مع ديك الدراجه هكا باش يتحكم في البالون. السيد راه شوفوا وجهو برك يعطيك الخبر. هذا اللي اخترع هذه الرياضه باينه بلي كان قاعد في الطواليت هكا ما صابش يدير، بدا يخمم شندير خصني لازم نخترع رياضه. انا نبغي نسوق الدراجه ونبغي نلعب البالون، مالا شندير نروح نخترع رياضه اللي نسوق فيها الدراجه تاعي ونلعب البالون. الله يهديك يا صاحبي، نوض الطواليت. دركا رايحين نروحوا لرياضه واحده اخرى، كره الطين. ما تخافش يعني ماشي كره يعني مصنوعه بالطين، لا كره تلعبها في سطاد تاع الطين. وهذه الرياضه بيان سور تقدر تلعب وتستمتع بها بيان سور، توسخ روحك تدود روحك سوسو، ولكن ما ننصحكش انك ترجع للدار بهاد الحوايج. ننصحك انك اودي ديريكت كي تكمل تدوش برا، ما تدخلش للدار ونحي هذوك الحوايج ورميهم. باسكو هاد الحوايج اللي ديتهم معاك للدار ما تشكيش اي واحد في الدار يغسلهم لك، ما انت ما راش تقدر تغسلهم، راح تقيسهم ديريكت، واذا دخلت بهم صاحبي راح يحوزوك من الدار. اخر انواع رياضه كره النار المشتعله، بالون يلعبوا به ويشعلوا فيه النار. علاه ما صابوش يديروا صاحبي؟ ما فهمتش انا، ما تقدرش تلعب البالون هكاك بلا ما تشعل فيه النار. ما عليناش، انت تكون جوا تلعب هذا البالون نورمال، راك داير صباط في رجلك يعني وراك تلعب بها نورمال، راك حاسبوا له. بصح عطيني الخبر، عطيني الكارديان اللي راه مسكين اللي راهم يتيروا عليه. واجيني الكارديان هذاك يلقى له البالون في وجهه يتشوط راح يرميه في لابوبال ديريكت. وبيان سور يعني كي يكون عندك البالون امبوسيبل تقدر تشدو. الرياضه داروها للناس اللي تشد البالون عندها بزاف، ما تبغيش تباسي لصحابها وكامل. البالون كي يكون شاعل فيه النار امبوسيبل تقدر تشدو بزاف، لما يقول لك صاحبك باسي لي تباسي له نتايا. يا وهذه هي شباب الرياضه تاعنا. صاي وصلنا لا فيديو هذا ما فيه. والله جبت لكم واحد شويه تاع الرياضه برك، هذا ما كان على بالي بلي كنت كاره. جيت نرسم البسمه على وجهك البائس، بالك تفوت في حياه بائسه في الجزائر. هذه هي. واذا عجبك الفيديو ما تنساش جيم كومونتير بارطاجي هذا الفيديو. واذا عجبك هذا الفيديو ما تنسى تدخل عندي وتشوف فيديوهات اخرين بالك يعجبوك. نثرى من الحلوف ولا يروح سالم. بيس.